صباح الورد والفل والياسمين، صباح الحلويات، صباح احلى حاجة في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. راجعه لكم النهارده بقى بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. اخف واسرع حاجة حلوة ممكن تعمليها، ومكوناتها موجودة عندك في البيت. كوبايتين ونص دقيق عملوا معايا الكمية الرهيبة اللي انتوا شايفينها، وما اخدتش معايا فعلا غير ربع ساعة بس في عمايلها، مش اكتر من كده. تحفة. تنفع قوي قوي للانش بوكس لاولادنا في المدرسة. تنفع جدا جدا لو عندك ضيف. يا سلام عليها بالسكر الناعم، بالعسل الابيض، صوص شوكولاتة، صوص فراولة، فاكهة، ما تقولش لا. حاجة فليكسبل كده، تمشي معاكي بكل طرق الاكل اللي ممكن تتخيليها. شايفين مستوية ازاي من جوه؟ تقدري تعمليها طرية، تقدري تحمصيها شوية فتبقى ناشفة. وزي ما قلت لكم طريقتها سهلة جدا جدا. ده متحمص، شايفين ناشف معايا ازاي؟ رهيبة رهيبة رهيبة. والكمية اللي عملتها من حلاوتها ما باتتش، كلها اتاكلت في نفس اليوم. تعالوا نسمي الله ونصلي على النبي واوريكم انا عملتها ازاي. اول حاجة في بولة واسعة كده جميلة عندك، هنزل ببيضتين اتنين. وطبعا همسه بنتي لازم تحط التاتش بتاعها. همسه هي اللي عامله لكم الوافل النهارده مش انا يا جماعه. وادي البضايه التانيه، وهننزل عليهم بمعلقه من السكر، معلقه واحده بس مش هنزود. وكيس من الفانيليا. شطوره يا قلب ماما، برافو عليكي. وعليهم نص كوبايه من الزيت. نص كوبايه فقط مش اكتر من كده، ويا ريت ما يبقاش زيت التموين، زيت نضيف. وهنبتدي نضرب الكميه كل المكونات دي مع بعضها لحد ما المكونات كلها تختفي في بعض وتمتزج تماما. شطورة يا لولو. هموسة هي اللي بتعمل لكم الأكل النهاردة يا جماعة. شاطرة شاطرة شاطرة. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. ما بنضربش قوي لحد ما اللون يتغير، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه اي تكتلات جوه الخليط. طيب هبتدي بقى المكونات الجافة. هنزل بثلاث اكواب من الدقيق، بس انا استخدمت منهم كوبايتين ونص فقط. انا نزلت هنا بثلاث اكواب من الدقيق في بولة تانية ناشفة. وده الكوب التالت. هننزل على الخليط ده برشة ملح صغيرة خالص، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. أيوة هو ده، شطورة. ونبتدي نقلب المكونات الجافة كلها مع بعض كويس قوي. شاطرة يا لولو شاطرة. هو طلع مسكر عشان همسة هي اللي عاملاه النهاردة أصلا. بعد كده هحتاج لنص كوب من الحليب. نص كوباية من الحليب، ونفس الكوب اللي استخدمته حطيت بيه الحليب هضيف كوب كامل من المية. يبقى انا احتجت للتوتال اللي انا استخدمته النهاردة كوب ونص، نص كوباية لبن وكوب من المية. دي الكمية السائلة اللي انا هحتاج لها النهاردة. هرجع تاني لخليط البيض والزيت اللي انا كنت عملته مع بعض قبل كده انا وانتو، وهبتدي انزل عليه بالكوب ونص المية بالحليب اللي انا عملتهم معاكم برضو. شطورة يا لولو. واقلب المكونات دي كلها مع بعض. ايوه هنستخدم المضرب يا لولو، شاطره. شاطره يا كوكو شاطره، برافو عليكي. نقلب كويس بقى. شطوره شطوره شطوره. هبتدي انزل بكميه بالمكونات الدقيق اللي عندي، بس لما هنزل بيها تدريجي، مش هنزل مره واحده. الكوب المعياري اللي انا استخدمته ده بمقام نص كوب عادي، بمقام نص كوبايه عاديه. فهبتدي انزل بنص كوب ونص كوب، واقلب لحد ما المكونات تدوب تماما وما تتكتلش. وارجع انزل تاني عشان القوام بتاعي المفروض ولا يكون تقيل قوي ولا يكون خفيف قوي. وهكمل بنفس الطريقه، هزود دقيق وارجع اقلب لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض. لسه برضو القوام بتاعي خفيف، فهرجع ازود تاني شويه دقيق.
وهستمر بنفس الخطوة دي لحد ما القوام معايا يوصل لقوام عامل زي قوام الزلابية او اتقل شوية من قوام الكريب. ومهم جدا ان ما يكونش عندي اي تكتلات في الطبق النهاردة عشان الوصفة بتاعتي تطلع مظبوطة. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ وفضلنا نقلب لحد ما التكتلات اختفت تماما وبقى القوام كله متجانس معايا. برافو عليك يا لولو، انتي عملتيه صح، شطورة شطورة شطورة. كل اصحابنا النهاردة مبسوطين منك قوي قوي. برافو. وهنا بقى جبت المكنه بتاعه الوافل. لو انت ما عندكيش فيه قوالب الوافل بتتباع في سيليكون، بتتباع موجوده في كل الاماكن وتنفع برضو. ومهم جدا انك تدهنيها من فوق ومن تحت برشه زيت. وبعدين هتقفلي المكنه وتسيبيها تسخن الاول. ما تحطيش ابدا العجين والمكنه بارده، لازم تكون المكنه سخنه الاول. كده المكنه سخنت معايا، شايفين البخار طالع منها اهو. هبتدي بقى اوزع الوافل اللي عندي. تقريبا كل عين اخدت معايا اقل من نص كوبايه بحاجه بسيطه. وانتي بمجرد ما تضغطي عليها اصلا الباب من فوق بيفرد العجينه معاكي اصلا على كل المربعات اللي موجوده. وتسيبيها مده ما تقلش عن 5 دقايق قبل ما تفتحي عليها. وبعدين تفتحي وتبتدي تشوفيها هي استوت ولا محتاجه شويه كمان. لا اعتقد انها لسه محتاجه شويه كمان. شايفين؟ بس هي ريحتها رهيبه، شكلها رهيب وريحتها رهيبه. اسيبها شويه تتحمص حبه كمان وبعدين افتح عليها. كده اتحمصت، اخدت اللون اللي انا عايزاه، الدرجه اللي انا عايزاها. هبتدي اطلعها بالراحه بحاجه ما تكونش معدن عشان ما نجرحش المكنه بتاعتي. وارجع اكرر نفس الخطوه تاني. احطها في طبق وارجع ادهن المكنه بتاعتي زيت تاني واكرر نفس الخطوه لحد ما كل الكميه اللي عندي تخلص بنفس الطريقه. حاولي على قد ما تقدري ما تبقاش الكميه كتير عشان ما تطلعش من المكنه. تبقى الكميه يدوب زي ما قلت لك. كل عين عندي اخد تقريبا اقل من نص كوبايه. وارجع تاني بنفس الطريقة واتابع سواها اول باول، اشوفها استوت ولا محتاجة شوية كمان. اوه بتاعها سخنة وقعت مني. شايفين شكلها رهيب ازاي؟ هسيبها تتحمص شوية كمان عشان تنشف معايا، عشان زي ما قلت لكم في اول الفيديو كل ما بتتحمص اكتر كل ما بتنشف اكتر. وانا عملت الاتنين، انا طلعت حاجات طرية وطلعت حاجات ناشفة عشان اخدم كل الاذواق اللي عندي. شايفين دي كريسبي ازاي؟ طلع شكلها حتى باين قدامكم وانا بشيلها من المكنة كريسبي ازاي. رهيبة رهيبة رهيبة. انا بقى النهاردة قررت ان انا ازينها لكم بابسط حاجة موجودة عندنا في كلنا في بيوتنا. مش لازم يكون عندك صوص شوكولاتة، مش لازم يكون عندك مثلا، ممكن في بعض الناس ما بتحبش العسل الابيض بتستثقله. فانا قررت اعمل حاجة بسيطة خالص. كل اللي انا عملته ان انا رشيت عليها شوية سكر بودرة بس كده. وعلى فكرة كمان تقدري تاكليها كده بدون اي اضافات مع كوباية شاي بتبقى رهيبة. بس الفكرة في الوافل انه بيعتمد الحلاوة بتاعته على الاضافات. يعني العجينة كلها على بعضها واخدة معلقة سكر واحدة بس، فحلاوتها كلها بتبقى في الاضافات اللي انتي بتحطها لها. كان عندي فراولة زينتها في فراولة، وعملت طبق تاني بموز. وطبعا كل واحد حابب ياكل حاجة بالشكل اللي هو عايزه قدمتها له. بس انا قررت النهارده ان انا استخدم معاكم ابسط حاجة في التزيين موجودة عندنا كلنا، وتقدميها لهم وياكلوها بألف هنا وشفا. ومتأكدة انهم هيدعولك. وبكده وصفة النهاردة تكون خلصت. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تكونوا استفدتوا منها. ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي اسيبكم في رعاية ربنا وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله.